صباح النور. في ناس كتيرة خايفة من البورصة المصرية ومش عارفين هيعملوا ايه الفترة الجاية، لأنه المؤشرات نفسها كلها نازلة يعني. تمام. مؤشر اي جي اكس 100 نازل 2%، اي جي اكس 70 يعتبر داخل على 3%، اي جي اكس 30 اللي هم أقوى أكبر 3 شركات في السوق نازلين. فأنت عايز تعرف، احنا عملنا جروب للدردشة والمناقشات، ده مخصص لو انت موجود في سهم اقول لك السهم ده هيطلع الفترة الجاية ولا تخرج منه إجباري، لأنه في أسهم هتفضل تنزل مش هتطلع تاني، في أسهم تاني هتفضل تطلع، ممكن تصحح يومين 3 وترجع تطلع وتصحح وتطلع وهكذا، وده طبيعي. تمام. وإحنا أساسا كنا قايلين السنة اللي فاتت إنه هيبقى في تصحيح في أغلبية السوق المصري قريب جدا، محددناش. كان الكلام ده في شهر 11، كنا قايلين السوق المصري هيقع، البورصة المصرية هتقع، والسبب كنا قايلينه إيه. تقدر تراجع الفيديوهات القديمة، وكنا بنعمل بثوث ولسه لغاية دلوقتي بنعمل بثوث وبنشرح فيها الموضوع دوت للناس. اكتب في التعليقات انت عايزني افتح لك بس امتى عشان تستفاد، عشان انا ما يرضينيش ان حضرتك المحفظة معاك تنزل وتخسر وتطلع من اسهم، كده كده هتطلع معاك الفترة الجاية، وما يرضينيش انك تفضل في سقف في سهم هينزل. تمام. احنا بفضل الله عملنا جروب الدردشة، اغلبية الناس الحمد لله استفادت منها. اسهم كنا في الناس كلها كانت بتقول لك مصر الألمنيوم هيفضل مكمل معاك لل 200 جنيه لل 300 جنيه اللي مش عارف ايه، كلام فاضي كتير، فاهمني. فأنا قايل هيوصل لرقم معين وهيفضل ينزل، وبالفعل وصل للرقم اللي احنا كنا قايلين عليه ونزل. انا مش فاكر والله الوقت ده كان الرقم ده ايه، بس تقريبا 270 260 مش فاكر. كنا قايلين برضه على السي اي بي هيوصل لرقم معين، وهقوله تاني هيوصل اخره ال135. هو وصل ال135 ورجع نزل حبة كمان. تمام. البنك التجاري الدولي ده احنا اتكلمنا عليه اللي هو السي اي بي. بنك فيصل الاسلامي ناس كتيرة بتنصح بيه وتقول لك خش اشتري، اخره المستوى اللي هو عنده دلوقتي، هيفضل يطلع حبة كمان وينزل، يطلع حبة كمان وينزل، فاهمني. وغيره من اسهم. طبعا احنا منزلين توصيات لأسهم كتير، والحمد لله الناس نفسهم لو قعدوا يراجعوا الفيديوهات القديمة هيعرفوا التوصيات بتاعتنا ماشية ازاي. الحمد لله بفضل الله اشتغلنا وتعبنا وطلعنا لك كارت توصية بجودة عالية جدا. تمام. والحمد لله النتيجة بتبان. اتدخل معانا 94 مشترك زي ما انت شايف في قناة التوصيات. الناس البريميوم اللي داخلين حوالي 85، والبقية بالحب. تمام. الحمد لله. ودلوقتي احنا منزلين شغل جديد، في فرص كتيرة في السوق احنا منزلينها في قناة التوصيات. تمام. وهننزل لك فرصة ولا اتنين في مواصل في التواصل الاجتماعي، على مؤاخذة عندي برد مش عارف اتكلم. فعاملين لك اشتراك بسيط جدا لو انت حابب تخش قناة التوصيات ب75 جنيه، تقعد معانا شهر تاخد المعلومات اللي تفيدك وتخرج. عايز تكمل معانا كمل يا باشا. للعلم العروض دي موجودة معانا لغاية شهر 6، بعد 6 الاشتراكات كلها هتتغير، هنبقى زي السوق. تمام. احنا عاملينه بس ده تجربة، الناس تجرب الشغل بتاعنا وبعد كده تقرر تكمل ولا لأ. واحنا الحمد لله في ناس كتيرة كنت انا متوقع انهم هيخرجوا لانهم المكاسب بتاعتهم قليلة، لكن الحمد لله فضلوا. لما سألت قالوا احنا كنا بنخسر. كنا بنخسر يعني ايه؟ كنت بتخسر ازاي حد موجود في البورصة ويخسر بس ما يكسبش؟ فانا فهمت ان هم كانوا بيختاروا على طول اختيارات سيئة، فانا حسنت لهم الموضوع ده، مع انه اغلبيتهم مش بيسمع الكلام ومش على طول بيشتري ويبيع في الوقت اللي انا بقول له عليه. لو اشتروا وباعوا في نفس الوقت اللي انا بقول عليه كانوا طلعوا ربح كويس. انا في وسط الاسهم ما بتقع وبتنهار دخلت وكتبت في جروب التوصيات يا جماعة سهم 1 2 3 بيعوا واخرجوا منه لأن السوق هيقع. كان الأسهم دي كلها مدين عليها توصيات وطلعت، فاهمني. فبناء عليه قلت لهم يا شباب خلاص كده كفاية قوي، كل اللي عمل حاجة يلمها. تمام. وبعدين نكرر، ولسه لغاية دلوقتي السوق مش باين له ملامح، بس بناء على الذهب اللي نزل
اللي نزل نزلة قوية احتمال كبير يا السوق يتحسن يا يبوظ أكتر، على حسب بقى الناس هتجري تشتري ذهب ولا هتبيع الذهب وتجري تشتري في البورصة والأسهم. فبناء عليه انت قرر. احنا عاملين اشتراك ب75 جنيه في الشهر، لو خدت شهرين بديك التالت هدية من عندي. طب لو حضرتك عايز تقعد معانا سنة كاملة، أكيد الناس القديمة عارفة شغلنا فهيقعدوا معانا سنة كاملة ب500 جنيه فقط، وهيبقى ليك تعامل خاص، أكيد هيبقى متابعة 24 ساعة، وهيبقى ليك الأولوية. تمام. واحنا الحمد لله وصلنا الاشتراكات كويسة جدا. للعلم أنا أكتر اشتراك بستفاد منه اللي هو ب75 جنيه، لأنه ده بيديني رقم كويس، 75 جنيه في الشهر وبريح دماغي. لكن إنك تيجي تاخد شهرين والتالت هدية ده بيخسرني أقسم بالله. بس أنا عامله عشان أنت تخش تجرب، فشوف اللي يريحك والأنسب ليك إيه وتعالى خش وشوف الشغل بتاعنا. بس أهم حاجة تعمل متابعة. احنا منزلين أيوة أسهم كتيرة في القناة وكلها هتطلع الحمد لله، بس في حاجات هتطلع قبل حاجات. فأنت تيجي تقول لي أنا هقعد معاك في قناة التوصيات شهر، بس السهم ده أنا عايز أقعد فيه 3 شهور، فهجيب لك سهم يقعد معاك 3 شهور، مكسبه طبعا أكبر بكتير وكويس جدا. في ناس تقول لي لا أنا آخري شهر، أروح جايب له السهم آخره شهر. فاهمني؟ الموضوع سهل وبسيط. وطبعا ده تحليل البورصة، يعني أنا بقول لك السهم ده مثلا السهم ده كنا قايلين الحمد لله إنه هيوصل لحد 100 جنيه. تمام. وكنا عاملين مستهدفات، ثواني أجيب لك المستهدفات بتاع السهم ده. ده كارت التوصية اللي احنا كنا منزلينه لأبو قير. للعلم ده في قناة التوصيات، أنا جايبه لك مباشر من قناة التوصيات، وكان 14 يناير. كان سعره كام؟ كان سعره 51 جنيه آخر سعر تداول. وهجيب لك برضو كنت عامل كارت توصية قديم بس ده تجديد. المهم لو جيت بصيت هنا هو سعره 51 جنيه، دلوقتي سعره هنا 64 جنيه. كنا أعلى حاجة كنا قايلين عليها حوالي 66 جنيه. تعال نشوف هو وصل ل66 جنيه ولا هيوصل لها. هو دلوقتي وصل ل65 جنيه 70 قرش، يعني فاضل 20 قرش ويحقق الشروط ويبدأ ينهار شوية حلوين. بس للناس اللي هتستنى عليه شوية حلوين، يعني قد شهر 2، السهم هيوصل معانا إن شاء الله لحد 100 جنيه مرتاح. حجم التداول ما شاء الله كان قوي جدا وسط الانهيارات اللي حصلت في السوق. تمام. تعال نشوف سهم تاني اللي بعده على طول، مصرف أبو ظبي. تعال نشوف مصرف أبو ظبي وصل لإيه وحكايته ماشية إزاي. اطلع يا عم. مصرف أبو ظبي نشوف. كنا قايلين كان سعره كام؟ كان سعره 31 جنيه ونص. تمام. كنا قايلين المستهدف الأول 32 جنيه 80 قرش خلال 15 يوم وحققها. تمام. كنا قايلين مستهدف تاني 37 جنيه، وصل ل37 جنيه وكسرها كمان. كنا قايلين المستهدف اللي بعده والأخير 42 جنيه ونص. تعال نشوف هو وصل ل41 جنيه وربع، يعني فاضل له تكة ويبدأ ينزل. فاهمني؟ وعادي ممكن يكمل طلوع، بس أنا بكلمك يوصل للرقم ده ويكسره. استنى. وصل للرقم ده وابتدى يتزعزع، يبقى خلاص كده باي باي حبيبي. هينزل شوية حلوين ويصحح والحوارات دي ويبدأ يطلع تاني، وممكن ينزل ما يطلعش على حسب السيولة. هنشوف حجم السيولة دلوقتي. حجم السيولة حجم السيولة بتاعه معقول جدا. تعال نشوف اللي بعده. دي توصيات قديمة كده كده عادي. ده ايه؟ مصر الانتاج الرسمي ده موباكو انا مشتري. لا انا مش مشتري فيه، انا بعت قبل ما ينزل. اهو. كنا قايلين هيوصل لكام ووصل لكام. تعال نشوف. كنا قايلين مستهدف اول 31 وصل ل31. كنا قايلين مستهدف تاني 35 ل36 في الحدود دي.
يعني انت يوم السبت ان شاء الله هيوصل معاك، اللي هو بكرة او بعد بكرة او خلال الاسبوع ده، هيوصل معاك ان شاء الله ل36 جنيه. تمام. على المدى البعيد لو سبته من 50 يوم ل90 يوم هيوصل ل40 جنيه مرتاح، اللي هو اقل حاجة. تمام. وده التاريخ الأربع 14 يناير 2026 طبعا. ودي طرق التواصل: واتساب، تليجرام. وطبعا بيبقى مكتوب فيه مطابق للشريعة، مكتوب فيه معلومات. وعملنا كارت جديد بس بعد ما نكسب منه إن شاء الله ونطلع منه الأرباح للناس، اللي هي التوصية بعد ما تشتغل، هنبدأ نوريها لك تشوف الكارت الجديد معلوماته عاملة ازاي وشغله عامل ازاي. لكن ما ينفعش انزله لان الشغل ده خاص جدا للناس المشتركة معانا في قناة التوصيات. ويلا باي باي.